كيبدا الفيلم ديالنا مع هنري اللي كيبان خدام في واحد البياج ديال لوطوروت. قبل ما نكمل غادي تقولوا لي الاحساس ديالكم ملي تلقى راسك في الحبس بلا ما تعرف علاش. نرجعوا نكملوا مع هنري اللي غادي للدار عند مرته اللي كيبان باغيه الولاد. واحد شويه دق عليهم ايدي وسولوا واش مرته كاينه، وهنا تنعرفوا باللي مرته فرمليه وقال ليه راه صاحبي بول تيتقيه. دخلهم وبدات مرته في العلاج ديالو وقال ليه صاحبو دوماج اليوم عندنا الفينال، يلا تلعب بلاست بول. هنري مع النية اللي فيه وافق ومشى معاهم وساق ليهم طوموبيل. واحد شويه ايدي قال ليه تسنانا هنا غادي نرجعوا بلا ما تطفي الطوموبيل. ومشاو دخلوا للبنكه يسرقوها، وملي خرجوا تيجيريو شافهم الحارس ديال البنكه، وملي دار شاف هنري لابس نفس اللبسه ديال الشفاره وتم اعتقلوا وداه الكوميساريه. ولكن هنري معاه هو مصدوم ما بغاش يهدر ويقول لهم الحقيقه، وحكموا عليه ب3 سنين ديال الحبس بتهمه سرقه البنكه وداوه للحبس. وتما لقى واحد الشيباني سميتو ماكس قال ليه شنو درتي؟ قال ليه هنري تهمه سرقه البنكه. ماكس قال ليه راه هادو اللي كاينين هنا كلهم مجرمين. من بعد واحد 6 شهور جات مرتو تزورو وتقول ليه باللي غادي نفاصلوا وغادي تزوج واحد اخر. هنري قال لها فرحت لك. في الحبس ماكس قال لهم باللي قال ليه القاضي شنو غادي دير الا خرجتي من الحبس. ماكس جاوبو باللي غادي يمشي لدارو وغادي يقتلو، وكيبان باللي كلشي خاف من ماكس. الحباسه سولو هنري علاش دخلتي للحبس حيت وجهك ماشي ديال الحبس، وقال له ماكس دوسي ديالك دابا توسخ ووليتي بحال الحباسه. من بعد ما دوز 3 سنين هنري خرج من الحبس. اول حاجه ملي خرج مشى لدارو ولقى مرتو مزوجه بول وباين باللي حامله منه، وهز حوايجو ومشى عنده بول وقال له واش بغيتي تخدم عندي عساس. هنري تقلق ومشى وقال مع راسو ما دير خير ما يطراباس، حيت بول خدا ليه مرتو ودارو. ومشى هنري قاصد البنكه فاش تقلبات حياته ودازت واحد الطوموبيل وضرباتو، كانت سايقاها واحد المراه. وجا الحارس ديال البنكه وقال له واش هذا انت تاني، وداه معاه القهوه يرتاح. وجات ديك المراه اللي ضرباتو قالت ليه ياك دخير ومشات. هنري غادي تبان ليه واحد الجريده قديمه فيها باللي البنكه المنحوسه دازت فيها شي سرقه من 80 عام هادي. شي شفاره دخلوا من نفق تحت البنكه تيخرج لواحد المسرح اللي كاين مورا البنكه. هنري قال هنا فاش تقلبات حياتي هنا فاش غادي تقاد، ومشى قصد الحبس عند صاحبو ماكس. قال ليه بغيتك تعاوني نسرق البنكه ونعوض دوك 3 سنين اللي ضيعت. ماكس راهو قريب نخرج. هنري مشى للمسرح ولقى ديك السيده اللي ضرباتو بطوموبيل وشافتو وسولاتو شنو بغيتي مني. قال لها والو غير دزت من هنا. ماكس خرج من الحبس ولقى هنري تيتسناه وداه القهوه اللي شاف من هادوك الخبار ديال السرقه، وقال له ماكس واش بغيتينا نديرو سرقه داز عليها 80 عام هادي. خطه فاشله حيت دابا كاينين الكاميرات. ماكس قال له غادي ندخل عليهم ديريكت بالسلاح. هنري قال له لا تحركوا البنكه يشوفوا واش الخزنه باقا في بلاصتها. ومن هدرتهم مع مدير البنكه ماكس عرف باللي باقا في بلاصتها. مشاو نفق اللي كاين في المسرح وهنري قال له الخزنه غادي تكون في شي بلاصه هنا. ماكس بالذكاء ديالو قدر يدخل المسرح ويدور فيه كامل ولقى البلاصه فاش كاين نفق. ملي رجعوا للدار ماكس قال لهنري راه لقيت البلاصه فاش كاين نفق. ومشاو للمسرح وبداو الحفير، ولكن الرمله كانت كثيره وما غاديش يقدوا عليها. وجاب هنري راجل مرتو يعاونهم حيت دار افلاس. ملي خرجوا تلقى لهم العساس ديال البنكه وقال لهم راني عرفت كل شيء حتى انا بغيت حقي، وعطاهم معلومات على البنكه. نهار اللي غادي يدخلوا للبنكه العساس بلوكا اجهزه الانذار. دخلوا وهزوا كاع الفلوس اللي كاينين في البنكه وخرجوهم وداروهم في طوموبيل. وهنا غادي يسالي فيلمنا. نتمنى يعجبكم هذا الملخص، وما تنساوش الاشتراك وديروا جيم وشي تعليق زوين.